اسمي سامية، عمري 46 سنة، أم البنتين وولد. لما بخيتو بحس إن ولادي كانوا السبب الحقيقي إن حياتي ضاعت سنين طويلة. كل ما كانت تيجي قدامي فرصة أعيش زي باقي الستات أو أرتاح شوية، كانوا هم اللي يقفوا قدام فرحتي. وأنا زي أي أم بتحب ولادها كنت أوافق على كل اللي يطلبوه عشان خاطرهم يكونوا مبسوطين. عشت طول عمري عشانهم، خصوصاً بعد ما باباهم اتجوز عليا وسابني. مش بس سابني، سابهم هم كمان، وراح بدأ حياة جديدة من غيرنا. الراجل ده كان طول عمره أناني، وأنا اللي صبرت معاه سنين على الجوع والحرمان، على كل حاجة ممكن تتخيلوها. كانت بتعدي علينا أشهر صعبة جداً، ومع ذلك خلفت ولادي ومسؤوليتي زادت. كنت بشتغل جوه البيت وبره البيت، بحاول أحافظ على ولادي وجودي زي أي ست عاقلة مؤمنة إن الأودي أهم حاجة. كنت دايماً أفكر في مشاعرهم، لو انفصلت عن أبوه إيه اللي هيحصل فيهم؟ مع إنه عمره ما جاب لهم حاجة، وأنا اللي كنت مسؤولة عن كل شيء. كانوا لسه بيحبوه ويسألوا عليه، كانوا بيحبوني كمان وعملاني كويس، لكن تعلقهم بيه كان دايماً يخليني أتراجع عن أي قرار. الموضوع ما كانش سهل أبداً، استحملت معاه كل شيء، وكل ما كنت أبني حاجة وأكبر فيها كان هو اللي يهدمها ويضيع تعب سنين. كنت أبدأ من الصفر مرة واتنين وتلاتة، لحد ما خلاص حسيت إن طاقتي خلصت، صحتي تعبت، أعصابي تكلت، وبدأت أحس إن حتى نفسي مش طيقاني. كنت وصلت لمرحلة إني بدأت أفكر، أنا كده عايشة ليه؟ إعادة تشويش. وفي الوقت اللي كنت حاسة فيه إني غرقت، جات لي فرصة غيرت كل حاجة. لكن القدر كان ليه رأي تاني. قررت أبدأ مشروع مع جارتي صديقتي اسمها نوال. كنا بنجهز أكلات بيتي ونوصلها عن طريق الدليفري، وفعلا الموضوع كبر. كان عندي صفحة على فيسبوك عليها متابعين كتير، وده اللي ساعدنا إننا نوزع شغلنا ويكبر. بدأنا بمطعم صغير، ومن هناك بدأت حياتي تتغير للأحسن. الفلوس بقت تيجي كويس، قدرت أجيب لولادي كل حاجة يتمنوها. لكن مع الوقت جسدي بدأ يخوني. كنت كبرت، بقيت مش قادرة أقف كتير ولا أعمل مجهود زي الأول. جوزي اللي كان لسه معايا رغم إنه سابني عاطفياً، كان هو اللي ماسك حسابات المطعم. كنت بحاول أكبره قدام ولادي والناس، ومهما جالي فلوس عمري ما فكرت أسيبه. كنت شايفة إن علاقتنا أغلى من أي حاجة. لكنه صدمني. في يوم قال لي: أنا اتجوزت، من غير مقدمات، من غير نقاش. قلت له: أنا مش هقبل أعيش معاك بعد كده. ساعدته على الطلاق، لكنه مرضيش يطلقني غير لما أخد مني مبلغ كبير من تعب سنين دفعته علشان أتخلص منه. بعد الطلاق بقيت لوحدي مع ولادي ومع المطعم. نوال جارتي كبرت في السن وبدأت أمراضها تزيد، فبقت المسؤولية كلها عليا. نزلت أشتغل بنفسي تاني، وبدأ الاكتئاب ياكلني. حسيت إني طول عمري بتعب ومكوت، حتى لما الفلوس جات فضلت أنا اللي أشقي لوحدي. هنا قررت إني لازم ألاقي حد يمسك الحسابات ويخفف عني. محتاجة حد أمين، ذكي، يريح بالي. إعادة تشويش. وجدت واحد، لكن ما كنتش أعرف إنه هو كمان هيكون بداية مشكلة جديدة مع أولادي. جالي ترشيح من صاحبتي عن راجل اسمه رامز، عنده 43 سنة، منفصل عن مراته سابته بسبب الظروف المادية، قالت ما قدرتش تستحمل الفقر. أنا فكرت في نفسي، يعني هي ما قدرتش تستحمل وأنا اللي استحملت جوزي الخاين سنين. رامز كان شخص أمين جدا في شغله، كل الحسابات معاه مظبوطة 100%. مع الوقت بدأت ألاحظ إنه إنسان كويس، محترم، ذوق، وابن ناس. كنت أقعد معاه أراجع الحسابات ونفضل نتكلم ساعات. لقيت نفسي معجبة بيه، وإني أتمنى لو جوزي كان زيه، مش لأنه كان غني، لأنه كان بيحترمني. رامز ما كانش قصده إنه يستغلني، كان عايز يشتغل ويقف على رجليه. وأنا كنت محتاجة حد يحسسني إني لسه ست، إني لسه ممكن أحب وأتعلق. حسيت إنه هو كمان منجذب ليا. في اليوم اللي اعترف ليا فيه بمشاعره، حسيت إن دي أول مرة حد يشوفني أنا مش مجرد أم أو عاملة. قررت أروح لولادي وأقول لهم إني عايزة أرتبط برامز. كانت الصدمة إنهم رفضوا بشكل عنيف. أول مرة يشوفوا أمهم عايزة تعيش حياتها.
قالوا لا ينفع تتجوزي، لا ده ولا غيره، انتي عايزة تدمرينا. ابني الكبير قال لي حرفياً إحنا مش هنسمحلك. كانوا واقفين ضدي زي الجدار. أنا اللي ضحيت بعمري عشانهم. لما جيت أطلب حقي في السعادة رفضوني. ولسه باباهم عايش، اتجوز تاني وخلف، وهم مش معترضين عليه. لكن معايا أنا القاعدة معاهم طول العمر لأ. حسيت بغصة كبيرة خنقتني الدموع، ومع إن قلبي كان متعلق برامز لكني استسلمت لضغطهم ورفضته. إعادة تشويش. رامز مشى من الشغل، وقررت أجرب تاني مع حد جديد، حد قريب من ولادي قوي ومحدش كان متوقعه. ولادي رشحولي حد تاني، المرة دي ابني اللي جاب شاب صاحبه اسمه كريم. كريم في نفس سن ابني بالضبط، حوالي 25 سنة. بيشتغل عشان أبوه متوفي وظروفه صعبة. قلت لابني طب خلينا نساعده. جه يشتغل عندنا في المطعم وسكناه في أوضة فوق السطح عشان قريب من الشغل. كريم كان شاب محترم، ذوق، بيهتم بدراسته وبأهله. كنت بزود له المرتب من عندي وبجيب له هدايا زي ولادي وبسويه أكله. مع الوقت بدأ يتعلق بيا، وأنا كمان حسيت بحاجة مختلفة. كان شاب مليان حياة، طاقة، ذكاء. كنت بحس إن الدنيا بترجع لي شوية. بدأ يلمح لي إنه معجب وإنه عايز حد زيي بالضبط شريكة لحياته. في يوم كلمني بكل جرأة: أنا مش عارف أستغنى عنك، أنت السبب في نجاحي. اعترف بحبه ليا، وأنا لأول مرة في حياتي حسيت إني عايزة أتمسك برأيي، مش مهم ولادي يقولوا إيه. رحت قلت لهم، وكانت المعركة. ابني رفض بشدة، قال ده صاحبي يا أمي، دي قلة أدب. جابوا باباهم البيت، حصلت مشاجرة كبيرة، بس أنا كنت مصممة. جهزت شنطة هدومي في خفاء وأخذت كريم ورحنا على شقتي التانية اللي فاضية. اتجوزنا من غير حفلة، من غير أي حاجة، وعشت معاه 3 أسابيع. كانت أجمل أيام حياتي. حسيت إني ست حقيقية، محبوبة، مرغوب فيها. ندمت على كل سنة فاتت من عمري من غيره. إعادة تشويش. لكن الفرحة ما كملتش. ولادي هددوا وقرروا يقطعوا علاقتهم بيا خالص. وقبل ما آخد نفسي اكتشفت حاجة صدمتني. لما رجعنا من شهر العسل القصير لقيت ولادي جمعوا شنطهم ومشوا على باباهم ومراته الجديدة. قالوا لي إما هو وإما إحنا. حاولت أتكلم معاهم، أشرح لهم، بس مفيش فايدة. راحوا عاشوا عند أبوه. لكن اللي حصل إن مرات أبوه عملت لهم مشاكل كتير، وقالت لجوزي السابق يا هم يا أنا. ولادي لقوا نفسهم مش مرتاحين هناك، فراحوا عايشين عند جدتهم. حسيت بفراغ كبير، لكن في نفس الوقت كنت مبسوطة مع كريم. كريم ده غير كل حاجة في حياتي. كنت بحس إني صغيرة مهمومة بيا وبهتم بنفسي زي ما اهتمتش قبل كده. بس السعادة دي ما استمرتش كتير. في يوم رحت الدكتور عشان تعب بسيط، واكتشفت إني حامل. صدمة حقيقية. أنا عندي 46 سنة، وفرق السن بيني وبين كريم حوالي 20 سنة. كنت خايفة أفرح، خايفة أزعل. قلت لكريم، فكانت فرحته كبيرة جدا. حضني وقال لي ده أكبر دليل إن حبنا حقيقي. أنا كنت خايفة في البداية من موضوع الأولاد، لكنه طمني إنه مش مهم، المهم إننا سوا. بس ولادي لما عرفوا بالخبر زادت الدنيا سوادا. رفضوا يتكلموا معايا. قالوا إني خنت ثقتهم، إني عملت فيهم كده ليه. حسيت إني ممزقة بين حبهم وحب زوجي وطفلي اللي جوايا. أنا مش عارفة أعمل إيه. كل ما أحاول أرجع لولادي يقفلوا الباب في وشي، وكل ما أحاول أركز في حياتي الجديدة يجي في بالي هم. إعادة تشويش. دلوقتي أنا واقفة في النص، مش عارفة أتقدم ولا أتأخر. ولادي مش طايقيني وزوجي الجديد بيحبني، بس أنا خايفة من بكرة. محتاجة حد يقول لي الطريق الصح. أنا دلوقتي يا جماعة ست سامية، 46 سنة، حامل في الشهر الرابع. زوجي كريم مبسوط وقد الدنيا، وبيهتم بيا بطريقة ما شفتها في حياتي قبل كده. لكن في نفس الوقت ولادي قاطعيني تماماً. ابني الكبير مش بيكلمني. بناتي بيبعتوا رسايل غضب كل فترة. بيقولولي انتي اخترتي نفسك على احنا، انتي سبب ان العيلة اتفرقت. طب ايه ذنبي؟ انا طول عمري اخترتهم، ضحيت عشانهم، سبت كل فرحة عشان خاطرهم. أول مرة أختار نفسي، أبقى أنا الخاينة؟
أبوه اتجوز ومشى وعاش حياته، ولا واحد فيهم قال له كلمة. أنا عايشة حيرة موت. من ناحية عايزة أرجع ولادي، أحضنهم، أشوفهم قدامي كل يوم. من ناحية تانية، كريم ده نعمة، هو اللي علمني إن الحياة لسه فيها حلاوة، هو اللي خلتني أحب نفسي تاني. لو سبته عشان ولادي هرجع لحياة الوحدة والاكتئاب، ولو سبت ولادي عشانه هفضل طول عمري أحس بالذنب. محتاجة حل وسط. أنا فكرت أراسلهم تاني، أطلب منهم يجلسوا معايا مرة واحدة من غير عصبية. أقول لهم أنا مش بستغنى عنكم، بس أنا كمان ليا حق أعيش. أنا مش عايزة أندم تاني. يا ريت حد ينصحني. أنا حاسة إني تايهة، وكل يوم بيمر بقلب موجوع. محتاجة كلمة منكم، رأي من برا. أعمل إيه علشان أراضيهم من غير ما أضحي بنفسي؟ إعادة تشويش نهائية. أرجوكم ساعدوني. أنا ست تعبت من كتر ما عطت. أنا ست سامية ولسه عايزة أعيش.